ازاي تقدر تحقق ارباح من غير ما تتداول بنفسك؟ السر في الكوبي تريدنج. في الفيديو ده هقولك بالتفصيل كل حاجه تخص التداول بالنسخ، من اول ايه هو التداول بالنسخ اصلا، المنصات اللي تقدر تستخدمها علشان تكون بتتداول بالنسخ، وازاي تختار كمان المتداولين اللي انت هتكون بتنسخ الصفقات بتاعتهم. شوف الفيديو للاخر وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك الفيديوز اللي جايه لو مهتم بالتداول. اول حاجه ايه هو الكوبي تريدنج؟ هو بكل بساطه وسيله بتمكنك من ان انت تكون بتنسخ صفقات متداول محترف. كل صفقه هو بيفتحها الحساب بتاعك بيعمل لها نسخ بشكل اوتوماتيك، فبالتالي الوسيله دي بتوفر لك وقت ومجهود وبتغنيك عن دراسه السوق بشكل مستمر بشكل يومي، وبتخليك تكون بتتداول بشكل محترف عن طريق ان انت تستفيد من خبره متداولين محترفين. تاني حاجة، ازاي نكون بنختار البلاتفورم اللي هنستخدم عليه خاصية التداول بالنسخ؟ خلينا نكون متفقين ان لازم يكون متوافر فيه الخمس حاجات دول. اول حاجة السمعة والشهرة بتاعته، ما ينفعش نختار اي بلاتفورم يكون موجود وخلاص ونكون بندخل بنحط فلوسنا عليه وبنستخدم خاصية التداول بالنسخ. يفضل ان هو يكون بلاتفورم او ابليكيشن مشهور ويكون ليه سمعة عالميا ويكون ليه مستخدمين كتير، علشان على الاقل نكون بنقلل الريسك بتاعنا، لان خطر ان احنا نكون بنحط فلوس على بلاتفورم ممكن يكون بيقع في اي وقت، دي مشكلة كبيرة جدا. تاني حاجة وهي سهولة الاستخدام، لازم يكون البلاتفورم سهل الاستخدام، ما يكونش معقد علشان تقدر تكون بتستخدمه بسهولة. تالت حاجة وهي الترانسبيرنسي، ان انت تكون بتقدر بتعمل عن طريقه الشفافية بتاعت ان انت فلوسك بتروح فين وجاية منين. كمان رابع حاجة الفيز، لازم ما يكونش بيحط عليك عمولة كبيرة او نسبة كبيرة لو انت بتستخدم فيه الخاصية دي. خامس واخر حاجة وهي الرينج اوف اسيتس، لازم تكون بتختار ابلكيشن او ويب سايت يكون عليه عدد كبير من الاسيتس، ما ينفع من الفاينانشال اسيتس، ما ينفعش تكون بتختار حاجه يكون عدد الاسيتس اللي موجوده عليها قليل، فبالتالي الفرايتي قليله، فبالتالي الريسك بيبقى كبير عليك. كل ما كان في فرايتي اكتر كل ما كنا بنقلل الريسك بتاعنا. تالت حاجة هنشوفها مع بعض هي التوب كوبي تريدنج بلاتفورمز، الابليكيشنز او الويب سايتس اللي تقدر تكون بتستخدمها علشان تستخدم خاصية التداول بالنسخ. طبعا احنا عندنا الفاينانشال اسيتس انواعها كتير، الحاجات اللي نقدر نكون بنتداول فيها عندنا الكريبتو، عندنا ستوكس، عندنا فوركس، عندنا كوموديتيز، عندنا حاجات كتير جدا. فتعالوا نشوف مع بعض اهم 3 ابليكيشنز نقدر نكون بنستخدمها في التداول بالكريبتو لو انت الدولة بتاعتك بتسمح بتداول العملات الرقمية، وكمان الابليكيشنز او الويب سايتس اللي عليها مالتي اسيتس فاينانشال اسيتس زي الستوكس والفوركس والكريبتو وغيرها. اول حاجه هنشوف اهم 3 في الكريبتو. اول حاجه وهو باينانس. الفيتشرز طبعا بتاعه باينانس وهو من اهم الابليكيشنز المشهوره في تداول العملات الرقميه. من الاهم الفيتشرز او المميزات بتاعته التريدنج تولز اللي موجوده عليه طبعا اكبر عدد من الكريبتو اسيتس، وكمان السكيورتي بتاعته والترانسبيرنسي بتاعته قويه جدا. الفيز بتاعته قليله، كمان بيعتمد بنسبه اكبر في خاصيه التداول بالنسخ على الكوميشن، على البروفيتس اللي انت بتاخد عمولات على البروفيتس اللي انت بتكسبها من من الاليت تريدرز دول. من المميزات بتاعته طبعا ان هو عليه large selection of cryptocurrencies، ان هو عليه advanced trading tools، والسكيورتي بتاعته. من العيوب بتاعته ان هو بيركز بس على الكريبتو كرنسي ومعقد شويه بالنسبه للبيجنرز، ولكن لو انت بتحمل الابلكيشن لاول مره او حتى لو انت بتستخدمه بقالك كتير تقدر تكون بتختار المود بتاع البيجنر مش المود بتاع الادفانسد او الاكسبيرينس تريدر. ده هيبقى اسهل بكتير جدا في اليوزر اكسبيرينس بتاعته. تاني حاجه وهو بنج اكس. من الفيتشرز بتاعه بنج اكس طبعا اللي هو عليه برضو وايد رينج من الكريبتو اسيتس، اللي عليه سوشيال تريدنج فيتشرز، ودي خاصيه مهمه لو انت بتحب تكون بتشير الافكار او بتحب تشوف الافكار اللي الناس غيرك بيفكروا فيها، التريدرز التانيين بيفكروا فيها. واليوزر فريندلي انترفيس بتاعه، الانترفيس بتاعه يوزر فريندلي اكتر من باينانس شويه. الفيز بتاعته طبعا لو تريدنج فيز، دي من الحاجات الحلوه فيه، ومفيش هيدن كوستس موجوده على بنج اكس. من المميزات بتاعته الايزي فيوز، ان هو سهل الاستخدام، عليه رينج كبير من الفاينانشال اسيتس، وكمان عليه سترونج كوميونتي فيتشرز. من العيوب بتاعته ان هو ليميتد بس للكريبتو كرنسي تريدنج.
تالت حاجة بيدجت الحقيقة من المميزات بتاعته الكوبي تريدنج فيتشر عليه واليوزر فريندلي انترفيس بتاعه بيخليك حابب ان انت تكون بتستخدمه اكتر واكتر. يمكن هو من اكتر الابليكيشنز اللي موجودة في التداول اللي اليوزر فريندلي انترفيس بتاعها يخليك تبقى عايز تكون بتستخدمه اكتر واكتر. كمان عليه خصائص كتير ليها علاقة بالريوردنج سيستم وهكذا. كمان عليه عدد كبير من الفاينانشال اسيتس، وعليه من الفاينانشال اسيتس طبعا الخاصه من العملات الخاصه بالكريبتو، وعليه عملات مش موجوده على باينانس او على بنج اكس. كمان السكيورتي بتاعته عاليه جدا لان هو برضو يعتبر من اهم البلاتفورمز المشهوره في تداول العملات الرقميه. تاني حاجه الفيز بتاعته بياخد تريدنج فيز، وبياخد برضو بيخليك تاخد بياخد بروفيت شيرنج مع الكوبي تريدرز. تالت حاجة من المميزات بتاعته السكيورتي، الدايفرس كريبتو اوفرنج اللي هو عليه التريدنج كوميونتي كمان من اهم الخصائص اللي موجودة عليه، غير ان هو سهل الاستخدام وعليه خصائص كتيرة ليها علاقة بالريوردنج سيستم وهكذا. كمان عليه خصائص ليها علاقة بالكوميونتي عظيمة جدا. من العيوب بتاعته ان هو ليميتد بس للكريبتو تريدنج، ويمكن الفيس بتاعته تكون عالية شوية اكتر من باينانس واكتر من بيدجت مقارنة يعني بيهم. دلوقتي بقى تعالوا نشوف 2 من اهم الويب سايتس اللي عليها مالتي اسيت فاينانشال اسيتس زي الستوكس والفوركس والكريبتو وغيرها. فبالتالي عن طريق بلاتفورم واحد تقدر تكون بتتريد الحاجات دي كلها باستخدام خاصيه التداول بالنسخ اللي موجوده عندهم. اول واحد وهو اي تورو. من الكي فيتشرز اللي موجوده فيه طبعا الوايد رينج من الاسيتس بتاعته، عليه فرايتي وعليه تنوع كبير. كمان اليوزر فريندلي انترفيس بتاعه، وعليه خاصيه ان انت تكون بتتريد بديمو اكاونت. تاني حاجة الفيز بياخد ويزدرول فيز $5 لما بتيجي تكون بتسحب الأرباح بتاعتك، وكمان عليه سبريد فيز. من المميزات بتاعته السكيورتي، اللارج يوزر بيز، وان هو ترانسبيرنت بلاتفورم، يعني الشفافية والأمان بتاعه عالي لأن هو كمان من أهم البلاتفورمز المشهورة وورلد وايد. من العيوب بتاعته ان هو بياخد عمولة كبيرة مقارنة بالمنافسين بتوعه، وبياخد كمان ويزدرول فيز. اما بقى بالنسبه لزولو تريد فمن الفيتشرز بتاعته البرفورمانس رانكينج، يعتبر من اهم البلاتفورمز اللي ليها برفورمانس رانكينج وورلد وايد. بيسبورت مالتيبل بروكرز. الفيز بتاعته بياخد سبسكريبشن فيز، بياخد برفورمانس فيز، وبياخد سبريد فيز ديبندنج على البروكر بتاعه. من المميزات بتاعته عليه اكستنسيف تريدر رانكينجز، عليه تريدرز كتير الرانكس بتاعتهم كويسه. كمان عليه كاستمايزبل ريسك مانجمنت في خاصيه التداول بالنسخ، وتقدر تكون عليه فلكسبيليتي في التعامل مع بروكرز متنوعين. من العيوب بتاعته الفيز بتاعته طبعا معقده جدا، وعليه كذا نوع من انواع الفيز، فده بيخليه يخسر واحده من اهم الكومباريزن بوينتس مقارنه بباقي البلاتفورمز الشبيهه. كمان البرفورمانس بيكون بيتنوع ديبندنج على التريدرز المختلفين. هتلاقي مثلا الجاب ما بين التريدر الاولاني والتاني كبيره، فده بيخلي فيه صعوبه في ان انت تكون بتختار التريدر المناسب ليك. نيجي لرابع جزء وهو ازاي نختار التريدر اللي هنكون بنعمل له كوبينج. اول حاجه لازم نكون بنفهم اساسيات الكوبي تريدنج، ونكون بنفهم اساسيات التداول بشكل عام علشان نقدر نكون بنقيم التريدر المناسب للاستراتيجي اللي احنا عايزين نكون بنتحرك بيها. مش لازم نكون فاهمين تريدنج بنسبه 100%، ولكن على الاقل فاهمين يعني ايه تداول، وازاي العمليه دي بتتم، وازاي نقدر نكون بنعمل ريسك مانجمنت وماني مانجمنت عشان نكون بنختار الشخص المناسب للاستراتيجي اللي احنا حابين نكون بنشتغل بيها. تاني حاجه نكون بنحط الجولز بتاعتنا، هل احنا عايزين حاجات لونج تيرم ولا عايزين حاجه شورت ران نكون جاست بناخد منها بروفيت سريعه، عشان نقدر نكون بنختار التريدر اللي بيشتغل بنفس الاستراتيجي دي. ثالث حاجه نكون بنبتدي بقى نحلل التريدرز بروفايلز ونشوف الشخص اللي بيتناسب مع التريدنج استراتيجي بتاعتنا. رابع حاجه نبتدي نكون بننوع البورتفوليو بتاعنا، وما نكونش بنعتمد على تريدر واحد نكون بنعمل له كوبينج. خامس حاجه نكون بنعمل مونيتورنج اند ادجستنج. ما ينفعش بس نكون خلاص عملنا كوبينج ونسيب الموضوع شغال لوحده، لا لازم كل شويه نكون بنعمل مونيتورنج ونكون بنراجع وبنحلل، وعلى اساس ده نبتدي نكون بنعدل او نكمل بنفس الاستراتيجيه. سادس واخر حاجه نبتدي بقى نستخدم الكوبي تريدنج بلاتفورمز، ونبتدي نكون بنفتح بروفايل لينا، ونبتدي نكون بنتداول بالنسخ بشكل فعلي. تعالوا نشوف مع بعض خطوه خطوه من دول.
اول حاجه وهي ان احنا نكون بنفهم الاساسيات بتاعه الكوبي تريدنج عشان نقدر نكون بنكوبي بيست التريدز بتاعه الاكسبيرينس تريدرز. زي ما قلت لكم مهم جدا ان احنا نكون فاهمين اساسيات التداول بشكل عام. لو انت حتى مبتدئ في التداول ففي فيديوهات كتير جدا بتساعدك ان انت تكون بتفهم العمليه نفسها بتتعمل ازاي والاساسيات بتاعه التداول بشكل عام. هتلاقي عندي على القناه بتاعتي هتلاقي كام فيديو بيتكلم عن المصطلحات، على الاقل بيتكلم عن كام استراتيجيه تداول علشان برضو تكون فاهم العمليه نفسها بتتم ازاي، وعلى اساس ده تقدر تكون بتختار الشخص المناسب للاستراتيجي بتاعتك. تاني حاجة نبتدي نحط الجولز بتاعتنا. لازم جدا زي ما دايما بقول لو انت مثلا جاي في الشارع توقف تاكسي هتقول له والنبي وديني اي حتة، ما ينفعش، ولا انت هتوصل ولا هو هيوصل. اوكي، فلازم تكون محدد الوجهة بتاعتك، لازم تكون محدد الجول والهدف بتاعك. هل هو لونج تيرم، حاجة لونج تيرم، ولا حاجة هاي ريسك هاي ريورد استراتيجي، حاجة صغيرة مش لازم تبقى حتى هاي ريسك، بس حاجة صغيرة ويكون شورت تيرم ران، يعني تكون بتدخل بتعمل سكالبنج مثلا او بتعمل سوينج تريدنج. السكالبنج هو احد انواع التداول اللي بيتم فيها التداول، بندخل بنستفيد من الفولاتيليتي او من التغير في السعر اللي بيحصل على مدار اليوم، بمعنى ان احنا بندخل بنشتري وبنبيع اكتر من مره على مدار اليوم. السوينج تريدنج مثلا هو نفس الكونسبت ولكن على تايم فريم اسبوعي وليس يومي. فانت لازم تحدد التايم فريم اللي انت حابب تكون بتشتغل عليه والتارجت بتاعك علشان تقدر على اساسه تحدد التريدرز. ونبتدي نكون بنحدد بقى بنانلايز التريدنج بروفايل بتاع التريدرز. طيب هنبتدي نقيمه ازاي على اساس الحاجات دي؟ اول حاجه البرفورمانس هيستوري بتاعه، الارقام الهيستوري بتاعه على اساس عدد التريدز، البروفيت اند ريسك ريشيو بتاعته، الكونسيستنسي او الاستمراريه بتاعته عامله ازاي، وده كله هتلاقيه موجود كارقام على كل البروفايلز بتاعه التريدرز. على اغلب البلاتفورمز هتلاقيها الحاجات كلها مشتركه ما بين البلاتفورمز المختلفه. تاني حاجة لازم تشوف الريسك سكور بتاعه عامل ازاي وتحدد واحد مناسب للريسك ليفل بتاعك. تالت حاجة زي ما قلت لكم التريدنج ستايل، هل انت حابب تعمل سكالبنج اللي هو الداي تريدنج، ولا حابب تعمل سوينج، ولا حابب تعمل حاجة لونج تيرم. ولازم يكون طبعا مناسب للاسيت تايب بتاعك اللي انت حابب تكون بتشتغل عليها. هل انت حابب تشتغل مثلا فوركس، ستوكس، كريبتو، وكمان لازم يكون مناسب لنوعية التداول اللي انت عايز تتداوله. هل انت عايز تتداول سبوت ولا عايز تتداول فيوتشر؟ زي ما شرحت قبل كده في فيديوهات كتير تقدر تكون بترجع لها على القناة. السبوت هو التداول بعقود فورية، والفيوتشر هو التداول بعقود آجلة. نسبة الريسك في الفيوتشر أكبر بكتير جدا من السبوت. رابع حاجة الدرو داون بتاعه، لازم تكون بتشوف الماكسيمم درو داون بتاعه وتشوف البريفيربل الريسك مانجمنت المناسبة ليك بشكل أفضل من غيره يعني. اخر حاجه وهي الفولور كاونت اند ريفيوز، تبتدي بقى تشوف كم حد بيعمل له كوبينج، كم حد عامل له فولو، والريفيوز بتاعتهم كمان لو متاح. بعد كده نيجي للجزء المهم اللي ليه علاقه بان انت تكون بتوزع البورتفوليو بتاعك. زي ما قلنا انا شخصيا ما بحبش احط البيض كله في سله واحده، لازم اكون بوزعه لان ده احد انواع تقليل الريسك. فمثلا بدل ما انت بتتداول في نوع واحد من الاسيتس تقدر تكون بتتداول مثلا لا ستوكس وفوركس، ولو الدوله بتاعتك بتسمح بكريبتو تتداول كريبتو. لو انت بتعمل كوبينج لتريدرز ما تكونش بتعتمد على تريدر واحد، لا تكون بتعتمد على كذا تريدر عشان تكون بتنوع البورتفوليو بتاعك، ولكن طبعا لازم تكون بتختارهم بنفس الاستراتيجيه اللي احنا شرحناها. بعد كده بقى نبتدي نكون بنعمل مونيتورنج اند ادجستنج. اوعى 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 تبتدي تكون جاست خلاص عملت له كوبي والموضوع ابتدى يتعمل اوتوميتد فتسيب العمليه مفتوحه خلاص على السايب، وما تبتديش تكون كل شويه بتدخل بتطمن ومطمن على فلوسك. لازم تكون كل شويه بتعمل مونيتورنج، وعلى اساس المونيتورنج والقياس اللي انت بتقيسه والفالويشن والتقييم بتاعك تبتدي تكون بتعدل، يا اما بتكمل بنفس الاستراتيجيه وبتكمل مع نفس التريدرز. اخر حاجه بقى ان احنا نكون بنبتدي نستخدم الكوبي تريدنج بلاتفورمز. زي ما قلنا طبعا ليهم امثله كتير زي اي تورو، زولو تريد، طبعا في برضو ماي فوركس بوك، في البلاتفورمز الثانيه اللي قلنا عليها المتخصصه في الكريبتو مثلا زي باينانس وبيدجت وبنج اكس. فعلى حسب الفاينانشال اسيت اللي انت حابب تكون بتشتغل عليها هتبتدي تكون بتختار الويب سايت بنفس المعايير اللي احنا قلنا عليها. تعالوا نشوف مع بعض مثال عملي على ازاي نكون بنختار الكوبي تريدر اللي هنكون بنعمل له تداول بالنسخ.
لو انت الدولة بتاعتك بتسمح بتداول الكريبتو، فقلنا باينانس من الويب سايتس المشهورة جدا اللي تقدر تكون بتستخدمها عشان تستخدم خاصية التداول بالنسخ. لا طبعا بتسمح بالتداول بالنسخ في الفيوتشرز، ولكن حاليا كمان هو اتاح الموضوع في السبوت. فبعد ما تفتح باينانس هتدخل على تريد، هنا هتلاقي فيه خانة خاصة بالكوبي تريدنج. هتبتدي تدخل وتختار اذا كنت انت عايز تتريد فيوتشرز ولا عايز تكون بتتريد سبوت تريدنج. وبعد كده هتدخل هنا هتبتدي تكون بقى بتختار التريدر اللي انت حابب تكون بتعمل له كوبينج. تقدر تكون بتعمل فلتريشن بناء على البي ان ال، البروفيت اند لوس، على الار او اي، على الاسيت اندر مانجمنت، على الحاجات اللي انت على حسب الحاجه اللي انت حابب تكون بتقيم عليها، وتختار المده الزمنيه دي وتبتدي تكون بتعمل كوبينج يا اما موك تريدنج. طب تعالوا نجرب مع بعض يعني ايه كوبينج. فمثلا الاكونت ده انت لما بتدوس كوبينج فانت كده هتبتدي تكون بتشوف الفلتريشن بروسيس علشان تكون بتكوبي الشخص ده. فمثلا عندك تو اوبشنز، يا اما فيكسد ريشيو يا اما فيكسد اماونت. فانت مثلا يا اما بتثبت النسبه اللي انت عايز تكون بتدخل بيها في كل اوردر الشخص ده بيدخله، وكمان نسبه الستوب لوس، هل انت عايز توقف الخساره عند 1%، عند 2%، على حسب انت عايز تكون بتوقف الخساره عند فين بالظبط. يا اما فيكسد اماونت، فانت بتقول له والله كل اوردر الراجل ده بيدخله انا عايز اكون مثلا ادخل بنسبه 1-2 او بنسبه 1-3 او بنسبه 1-4. نفس الفكره في فكره الستوب لوس، انت عايز تكون بتوقف الخساره فين. بعد كده بتبتدي هنا بتقول ان توافق على ان الراجل ده هياخد بروفيت شيرنج منك 10%، وبعد كده بتوافق على التيرمز اند كونديشنز، وبعد كده بتبتدي تكون بتكوبي. طيب احنا كان عندنا خانه تانية هنا اسمها موك. ايه الموك دي؟ الموك ده بيبقى زي ديمو اكونت للكوبي تريدنج. فانت كانك بتبتدي تكوبي، بيدولك زي فيرتشوال اماونت اوف ماني $10,000 تقريبا، بتكون بتكوبي بيهم الشخص ده وبتجرب لفتره معينه لحد ما تطمن، وبعد كده تكون بتدخل بفلوس حقيقيه. نفس الكلام ده هتلاقوه تقريبا هو موجود في كل البلاتفورمز اللي خاصه بالتداول واللي موجود عليها خاصيه التداول بالنسخ. هسيب لكم في الديسكريبشن اليوزر نيم بتاعي، لان انا كمان اليت تريدر اللي هو الشخص اللي الناس بتكوبي التريدز بتاعته على اكتر من بلاتفورم. تقدروا تعملوا بيه سيرش على البلاتفورمز المتاحه، ولو لقيتوني موجوده عليه يبقى انا موجوده على البلاتفورم ده بتريد عليه از اليت تريدر، وتقدروا تكونوا بتكوبي التريدز بتاعتي. وبكده نكون اتكلمنا عن كل حاجة تخص التداول بالنسخ، من اول ايه هو اصلا التداول بالنسخ، ازاي نكون بنختار البلاتفورم اللي هنكون بنشتغل عليه، ازاي نكون بنختار المتداول اللي هنعمل له كوبينج للتريدز بتاعته، وكمان في الاخر خالص عملنا تجربة عملية ازاي نكون بنفتح الاكونت بتاعنا ونبتدي نكون بنشتغل عليه بشكل عملي كتداول بالنسخ. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك الفيديوز اللي جايه اللي هكون بتكلم فيها اكتر عن ازاي تكون بتجهز نفسك للاستثمار في 2025. انا رانيا اسماعيل. Thank you for watching.